اختلفت الآراء بين مدربي الزعيم والنادي الأهلي عقب لقاء الفريقين في كلاسيكو العرب في كأس الشيخ زايد للأندية بعد مباراة العودة والتي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة، والتي انتهت بفوز الهلال بالمباراة بضربات الترجيح بعد أن حقق نادي الأهلي الفوز بهدف دون رد خلال اللقاء، وهي نفس نتيجة الذهاب بالرياض، وبعد التألق الكبير لحارس مرماه عبد الله المعيوف الذي تصدى لثلاث ضربات ترجيح كانت كفيلة لقيادة الزعيم الهلالي للمباراة النهائية بمدينة العين ليقابل النجم الساحلي التونسي بعد 3 أيام فقط. وجاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني لنادي الهلال الكرواتي زوران ماميتش عقب اللقاء قائلا: أدرب الفريق منذ شهرين وحتى الآن لم نخض أي تمرين باكتمال المجموعة، وهذا أمر طريف نوعا ما، فهناك مجموعة تسترجع وأخرى تتمرن. وأضاف في تصريحاته بقوله: وصلت للهلال والفريق يمر بأصعب وضع في الموسم، لكن الأهم أننا نبتسم بالانتصارات حتى وإن كانت صعبة. وعن النقص العددي للفريق ومشاركة نواف العابد قال ماميتش: الفريق يمر بظروف غاية في الصعوبة، ولكن لدينا البديل عبد الله عطيف سوف يدخل التدريبات بعد يومين، كما سيلحق اللاعب سوريانو بالفريق، ونواف العابد يحاول مساعدة الفريق فهو يستطيع اللعب من 20 إلى 30 دقيقة فقط، ونأمل بأن يضاعف مجهوده. وعن المنافسة في البطولات المختلفة ومحاولة حصد تلك البطولات قال زوران: فريقان في العالم ينافسون على جميع البطولات خلال هذا الموسم ولا زالا في المنافسة، هم مانشستر سيتي والهلال فقط. من جهة أخرى المدير الفني لنادي الأهلي خورخي فوساتي أعرب عن سعادته بأداء اللاعبين خلال اللقاء، وظهر مدرب الأهلي عصبيا جدا في المؤتمر الصحفي، وخاصة بعد أن سأله أحد الصحفيين عن عدم جاهزية عمر السومة وكيف تم إشراكه في اللقاء، ورد عليه بعصبية كبيرة: هل أنت مدرب لياقة؟ كيف عرفت أن عمر السومة غير جاهز؟ وكذلك انفعل على سؤال آخر عن تبديل عبد الفتاح عسيري وقال: أنا مدرب الفريق وأرى ما هو مناسب فنيا للفريق. لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.